في أسئلة كده بتجيلي كتير قوي، ومنها سؤال ايه؟ هو انا ينفع احسد نفسي؟ ليه كل ما انبسط واضحك بجد من قلبي تيجي حاجة تنكد عليا او الموضوع ما يكملش؟ اجابة السؤال ده هو الاستحقاق. يعني ايه؟ هل يا ترى انا استحق الحاجة دي ولا لا؟ معظم الناس بتقول لا، او معظم الاجابات بتقول مش عارف او مش واثق او مش حاسس. بس ما بتبقاش اجابة انا استحقه بمنتهى الوضوح والصرامة كده والثقة انك بجد تستحق الحاجة دي. وانا اصلا ازاي اقدر اميز الشعور بالاستحقاق؟ هو يعني ازاي احس بالشعور ده؟ بص يا سيدي، مبدئيا كده انت لازم يكون عندك اولا ثقة في نفسك كويسة جدا. الحاجة التانية انك تكون عندك قدرة على تحقيق الحاجة اللي انت عايز توصل لها، وكمان الحفاظ عليه. طب ازاي؟ او ايه الحل؟ او اعمل ايه؟ حابب تكتب ورايا اللي هقوله؟ تمام. عايز تسمعني بس؟ تمام برضو. طيب اول حاجة هي انت لازم تدور على المعتقد اللي بيعيق الشعور بالاستحقاق ده. في حاجة بتعيقك جوه، ايه هي؟ لازم تدور عليه. وفي بعض الأحيان، مش قليل خالص، كتير يعني، انه بيتزرع فينا المعتقد ده من وقت الطفولة بسبب تربية غلط، اهل نرجسيين، البيئة اللي انا متربي فيها، المدرسة، الاهل، المحيطين بيا عامة. فلازم ادور على المعتقد ده واحاول اواجه مشاعري على قد ما اقدر، اواجه الشعور ده كويس قوي، وبعد كده ابدأ في تفتيته واتخلص منه تدريجيا. رقم 2، ان انا احب نفسي حب مش مشروط، اتقبلها بصدق، احبها بصدق تام، اتقبلها وما احطلهاش شروط عشان احبها، بحبها زي ما هي بالظبط. تالت نقطة، ان انا ما اقارنش نفسي بحد، لان المقارنة الحقيقية بتكون ما بيني وما بين نفسي، مش ما بيني وما بين حد تاني. بتكون في نماذج ناجحة كتير، ببقى بقارن ازاي انا هنا وهم هناك. دي مش مقارنة، لان انا ليا تجربتي وهم ليهم تجربتهم، والتجربة اللي انت ما تعرفش عنها حاجة ولا هم يعرفوا عنك حاجة. فكل واحد فينا ما ينفعش يقارن نفسه بحد. المقارنة ان انا بشوف نفسي فين السنة دي، هكون فين السنة الجاية، كنت فين من سنتين، كنت فين من شهرين، كنت فين من اسبوعين. دي المقارنة الصح. رقم 4، افتكر ان قيمتك نابعة من انك انسان، ربنا خلقك وكرمك وعززك، مش محتاج تربط قيمتك بأي انجاز او فعل انت بتعمله. رقم 5، حب الخير لغيرك وانبسط بنجاح غيرك. ما تبصش ان هو حقق حاجة وانت واقف محلك سر، انت ما تعرفش هو عمل ايه عشان يحقق الحاجة دي. حب الخير لغيرك، حبه من جوه بصدق نابع من جوه. رقم 6، قدر صفاتك المميزة فيك اللي بتكون بسيطة جدا، قدرها واحترمها قوي. رقم 7، احتفل بنجاحاتك الصغيرة. الحاجات الصغيرة قوي اللي انت بتعملها ممكن تكون بسيطة، هوامش، بس هي بجد لما تحتفل بيها هتفرق مع النفس اللي جوه دي قوي. هتفرق وهتحسسك انك بتعمل حاجة وهتساعدك. ليه؟ لانك مش بتجلدها او بتأثر في حقها، لا، انت بتساعدها ان هي تكون احسن. رقم 8، تخليك عارف ان الكون كله مسخر ليك. مسخر ليك انت، يعني انت قيمتك كبيرة قوي. فحب نفسك من جوه، حبها قوي، احترمها. احترمها وتقبلها بدون شروط. حب مش مشروط، زي ما بتحط كده انك بتحب شخص قوي بدون شروط ومستعد تعمل عشانه حاجات كتيرة قوي. حب دي الاول عشان تقدر انك تعرف الشعور بالاستحقاق ده عامل ازاي. فانا اديتك الحل فين. فانت بقى هتسأل نفسك، هل يا ترى انا استحق الحاجة دي بعد ما نمشي على الحاجات دي ولا ما استحقهاش؟ وساعتها انت اكتر حد هتقدر تجاوب وتعرف فعلا الحاجة دي استحقاقك ولا لا.